حسم جمال بالماضي مستقبله مع منتخب الجزائر، وذلك بعدما وقع رسمياً على عقد جديد يربطه مع الخضر إلى غاية 2026 بأهداف وتحديات جديدة. وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف قد أكد مراراً في الأشهر الماضية بأن مكانة بالماضي لا نقاش فيها، وذلك رغم قيادته محاربي الصحراء لنكستين كبيرتين خلال عام 2022، وهما الفشل في التأهل للمونديال والخروج من الدور الأول لنهائيات كأس أفريقيا الأخيرة. وكشفت جريدة الخبر الجزائرية أن بالماضي وقع في الساعات القليلة الماضية ملحق عقده الجديد، حيث سيكون مرتبطاً مع الجزائر ل4 سنوات قادمة، ولكن براتب أقل مما كان يحصل عليه منذ تتويجه بكأس أفريقيا 2019، وبأهداف محددة سيكون مطالباً بتحقيقها، وإلا فإنه سيكون مهدداً بالإقالة. وينص العقد الجديد لجمال بالماضي أولاً على التأهل لنهائيات كأس أفريقيا القادمة في كوت ديفوار 2023، وهو ما يقترب من تحقيقه على أرض الواقع، إضافة لضرورة التواجد في المربع الذهبي للمنافسة القارية، وبعدها قيادة محاربي الصحراء لحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026.